ارجع معايا بخيالك كده هو زمان شوية لما كان الجار بيعتبر ان بيت جاره هو بيته التاني، انما النهاردة الحيطان بقت عالية قوي لدرجة اننا بقينا اغراب جوه ممر واحد. ايه اللي يخلي الوصية الغالية بالجار تختفي وسط مشاغلنا؟ وايه اللي يمنعنا ان احنا نرجع نكون سند تاني لبعض؟ الجار الصالح مش بس حد ساكن جنبك، الجار هو السكينة اللي بتطمنك وانت مسافر، وهو الايد اللي بتتمد ليك قبل اي حد تاني وقت الشدة. المجتمع القوي بيبدأ من الود اللي في الشارع ومن السلام اللي بنرميه بحب واحنا طالعين لبيتنا. لما بنراعي حق جارنا احنا كده بنبني حصن من الوفاء بيحمينا وبيحمي اولادنا. تعالوا نرجع تاني للأصول ونخلي الجار للجار بجد. احرص على الجار وازرع الحق فيه إذا ضاقت عليه من الأيام أحواله، فالجار للجار عون عند نكبته، والخير فيه لدى الأخيار تمثاله. واعلم بأن بقاء الود مكرمة، وبر جارك للإنسان إجلاله. قرارك النهاردة اكسر روح الغربة بينك وبين جارك، ابعت له رسالة فيها ود أو خبط عليه واسأل عليه من وقت للتاني. رجع روح العيلة لبيتك ولشرعك ولعمارتك، وقولوا لنا مين هو الجار اللي لسه بصمته محفورة جوه ذاكرتكم. وأثرك قرار صغير النهاردة.